بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكل خفيفة على في الصيف وفي الحر ده، خفيفة علينا في كل حاجة، في الوقفة في المطبخ وفي الأكل وفي كل حاجة. الواحد في الحر ده فعلا فعلا مش عايز ياكل خالص، فيبقى الأكل خفيف يبقى حلو قوي. لو كنت بس أول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة وتدوسي على زر الجرس وتفعلي كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، ودوسي لايك عشان الفيديو يرتفع. وحبايبي المشتركين معايا يا ريت يدوسوا لايك عشان الفيديو يرتفع. احنا النهارده هنعمل بانيه بس مشوي على الجريل. احنا اول حاجه عملت صلصه المكرونه، عملتها المره دي بالبصل. بشرت بصلايه وحطيتها في الزيت، واول ما البصله غمقت شويه حطيت عليها الصلصه وحطيت ملح وفلفل اسمر وكمون وشويه سكر وسبتهم يتسبكوا. جبنا صدر الفرخه او فص الصدر بتاع الفرخه، وقطعناه شرايح، بس يعني قطعناه تخين، مش زي البانيه اللي هو هيتقلى في الزيت، بيبقى اتخن طبعا شويه عشان لما يتحط على الجريل ما ينشفش وما يلزقش في الجريل. وبيبقى حلو وبيستوي وبيبقى في منتهى الجمال. جبنا بوله حطينا فيها بصلايه مبشوره او بصلايه صغيره يعني، او نص بصلايه حسب عدد كميه البانيه اللي عندك. وحطينا عليها شويه ملح وفلفل اسمر، وعصرنا الميه بتاعتها، بس خدنا الميه ما خدناش التفل. وحطينا على الميه دي بقى توم باودر، وهنحط دي بهارات فراخ. هنحط ايه تاني؟ هنشوف واحدة واحدة عشان تعرفوا ايه اللي انا بحطه. بابريكا، زنجبيل ده، وهنحط وده كركم، وانا بحب احط الكركم في كل حاجة. لو حتى نص معلقة، بس احنا بنحب الكركم وطعمه فبحط كتير، يعني بحط معلقة. وبنقلب اللي احنا عملناه ده مع بعض، وبنحط عليه شوية ملح كمان وفلفل أسمر هنحطهم بعد كده. حطينا شوية خل عشان طبعا الموضوع ده البهارات اللي احنا حطيناها دي تطرى وتبقى فيها زي المية، وأصلا الخل مع البابريكا بيخلوا طعم الأكل حلو جدا، وبيبقى ريحتها في منتهى الجمال. وانا اسفه لو انتوا سامعين دق كده، عشان انا عندي شقه بتتشطب فوقيه، فيعني بيشطبوا ليل نهار، فمش عارفه هما بيدقوا ليه دلوقتي. دلوقتي هنحط بعد ما قلبنا الخليط ده مع بعض، هنحط على البانيه اللي احنا مقطعينه ونقلبه كويس في البولة ديت، ونحطه في التلاجة عبال ما نخلص كل اللي ورانا، يعني زي ما يكون ربع ساعة نص ساعة زي ما انت عايزة يعني. كل ما يقعد في التتبيلة طبعا بيبقى أحلى. وهنا حطينا مية على النار، وعشان نحط بقى المكرونة حطينا شوية زيت وشوية ملح، وبعدين حطينا المكرونة فيها وطبعا حطينا قلبناها تقليبة كده وحطيناها على جنب. جبنا بقى الجريلا حطينا فيها شوية زيت، ورحنا حاطين عليها أول ما سخنت حطينا عليها قطع البانيه. وكل ما حتة البانيه تبقى يعني تخينة شوية فتبقى حلوة يعني. وبعد كده حطيناهم اول ما يعني خدت صدمه. بعد كده ممكن نغطيها للوسط، يعني نخليها وسط، فبس ما نوطيش عليها قوي عشان احنا مش عايزينها تنزل ميه وتشربها وكده بتكش. لا، هي كده كده هتستوي وهتبقى في منتهى الجمال من غير ما نعمل الكلام ده. حطينا ممكن تغطيها، بس هنا بنقلبه على الناحية التانية. طبعا انا بقلبها بشوكة وكمان بايد واحدة عشان كنت ماسكة التليفون بالايد التانية، فعشان كده كانت بتقطع مني، لكن هي مش هتتقطع منك بالطريقة دي، هتبقى كويسة يعني. والأحسن انك تقلبيها بزي مقصوصة يعني. وخلاص المكرونة كده استوت والصلصة اتعملت، وهنحضر الأكلة بتاعتنا الجميلة الخفيفة. وأنا عملت جنبها بطاطس بوريه. سلقت البطاطس وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ، وكانت اهي زي ما انتم شايفين جميله ازاي. وحطيت عليها شويه كاتشب اللي هو الباربيكيو، هتبقى في منتهى الجمال. جربوها ومش هتبطلوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.